السلام عليكم، ازيكم سنة رابعة عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة درس ادوات تحديد المواقع. بالنسبة للكتاب يا حبايبي، انا دلوقتي بشتغل من كتاب قطر الندى. بالنسبة للشرح او الاسئلة هو لو انت بتشتغل من الاضواء، هو لو انت بتشتغل من سلاح التلميذ، وهكذا. نفس الاسئلة هي نفس الشرح، بس بتكون بطريقة تانية. فانت لو معاك الاضواء معاك سلاح التلميذ هتشتغل معايا عادي، فهتراجع الاسئله معايا هتلاقيها في نفس الكتاب عندك بس بطريقه تانية. نقيم بقى نفسنا كده على الدرس. اسئله قيم نفسك بعد ادوات تحديد المواقع. اول سؤال بيقول: انظر الى الشكل المقابل ثم اكتب مدلول الارقام عليه. يعني انا هشوف الشكل اللي قدامي بيتكلم عن ايه؟ مين دي؟ وردة البوصلة. وهشوف كل رقم في كل مكان كان مين على وردة البوصلة او كان جهة ايه. اول حاجة جهة واحد، بيقولك رقم واحد جهة اصلية. انا ببص على رقم واحد في وردة البوصلة. رقم واحد هنا اللي هي الجهة على ايدي اليمين كان اسمها جهة ايه من الجهات الاصلية؟ اسمها ايه؟ جهة الشرق. الايه؟ الشرق. طيب اتنين جهة فرعية، يعني من الجهات الفرعية. انا ببص على رقم اتنين جهة فرعية ما بين الشمال والشرق، يبقى مين؟ يبقى شمال شرق. شمال ايه؟ شرق. شمال شرق. تلاتة جهة فرعية. رقم تلاتة جهة فرعية ما بين الشمال والغرب، يبقى ايه؟ يبقى شمال غرب. شمال غرب. أربعة جهة من الجهات الأصلية. أربعة جهة من الجهات الأصلية تحت خالص، يبقى فين؟ في الجنوب. جنوب. السؤال التاني بيقول: اختر الإجابة الصحيحة. إذا أردت تحديد موقع مدينتك، يعني أنا عايزة أحدد موقع مكاني، المدينة اللي أنا عايشة فيها، عايزة أعرف هي فين، في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب. عايزة أعرف موقعها، مكانها فين بالنسبة لمدينة تانية، هي فوقيها تحتيها شمالها جنوبها وهكذا. هستخدم ايه؟ عليك استخدام ايه؟ طبعا الاتجاهات دي بستخدم ايه؟ وردة البوصلة. اتنين لمعرفة المسافة على الخريطة. مسافة على طول يبقى مين؟ اللي انا بحدد له المسافة على الخريطة والمسافة على الطبيعة، يبقى اكيد مين؟ يبقى اكيد مقياس الرسم. اذا اردنا التقاط صورة تظهر سطح الارض من اعلى، نستخدم، يعني انا لو عايزة التقط صورة هتظهر ايه؟ سطح الارض كله. يعني انا هاخد صورة هتظهر لي كل سطح الارض، استخدم مين؟ الصور طبعا الفضائية. انما لو قالك التقاط صورة تظهر جزء من سطح الارض بشكل حقيقي اكثر تفصيلا ودقة، يبقى انا هستخدم طبعا الصور الجوية. لكن هو عايز صورة تظهر سطح الارض، سطح الايه؟ الارض. أربعة لا يمكن رسم خريطة بدون ايه؟ يعني انا ما ينفعش ارسم خريطة الا لما يكون ايه موجود؟ طبعا عنوان الخريطة لازم يكون موجود في الخريطة، مفتاح الخريطة شيء اساسي، مقياس الرسم طبعا اكيد، شبكة خطوط الطول ودوائر العرض لازم طبعا تكون موجودة في الخريطة. طيب كل ما سبق؟ طبعا كل ما سبق، لان انا لا يمكن ارسم خريطة بدون كل دول، لازم كل دول يبقوا موجودين على الخريطة. يبقى ايه؟ يبقى كل ما سبق. السؤال الخامس معانا: من خلال خريطة مصر الموضحة بالدرس، يعني من خلال الخريطة اللي احنا ذكرناها في الدرس، نجد أن مدينة الأقصر تقع نقط مدينة أسوان. يعني مدينة الأقصر تقع اتجاه ايه بالنسبة لمدينة أسوان؟ لو أنا رجعت للخريطة معايا، الخريطة اللي قدامي دي، هدور على مدينة الأقصر. مدينة الأقصر بالنسبة لمدينة أسوان، بالنسبة لمدينة ايه؟ أسوان، هي فوقها ولا تحتها؟ شرقها ولا غربها؟ هي طبعا الأقصر بالنسبة لأسوان فوقها، وفوق قلنا ايه؟ اتجاه الشمال، يبقى الأقصر شمال أسوان، يعني فوقها. الأقصر شمال ايه؟ أسوان. يبقى كده مدينة الأقصر تقع شمال مدينة أسوان. السؤال اللي بعد كده: انظر وحدد مواقع الصور بالاستعانة بوردة البوصلة. يعني انا هعتبر ان وردة البوصلة مكتوب عليها الاتجاهات لكن في شكل ايه؟ صور. اشوف بقى الصور دي. اول سؤال: تقع الحديقة في جهة نقط من المدرسة.
فين الحديقة؟ اهي حديقة الحيوان اهي، تقع في جهة نقط من المدرسة، يعني هي بالنسبة للمدرسة. فين المدرسة؟ المدرسة اهي بالنسبة للمدرسة هي تحت ولا فوق؟ هي تحت، يبقى جنوب، يبقى الحديقة جنوب المدرسة. جنوب ايه؟ المدرسة. السؤال التاني، يقع المسجد. فين المسجد؟ المسجد اهو من المنزل في جهة ايه من المنزل؟ المسجد في جهة ايه من المنزل؟ شرقه ولا غربه؟ طبعا شرق الايه؟ المنزل، شرق المنزل. السؤال الثالث، يقع المنزل في جهة نقط من الحديقة. فين المنزل؟ ادي المنزل في جهة ايه من الحديقة؟ يعني المنزل ده شرق الحديقة ولا غرب الحديقة؟ طبعا في الجهة ايه اللي على ايدك الشمال، تبقى ايه؟ غرب الحديقة، غرب الايه؟ الحديقة. السؤال الرابع، تقع المدرسة في جهة نقط من المسجد. المدرسة في جهة نقط من المسجد، يعني المدرسة في أي اتجاه من المسجد؟ طبعا شمال، طبعا ايه؟ شمال، شمال المسجد. السؤال اللي بعد كده، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. أنا عندي مجموعة كلمات، هسأل السؤال أو هقرأ السؤال وهجاوب بمجموعة بكلمة من الكلمات اللي موجودة في القوس اللي فوق. أول سؤال، تتميز بأنها تغطي مساحة أكبر ومواقع أكتر. ايه الأداة اللي استخدمناها وقدرنا نلتقط بيها مساحة أكبر ومواقع أكتر من سطح الأرض؟ طبعا مين؟ الصور الفضائية، يبقى الصور الفضائية رقم ايه؟ رقم 1. السؤال الثاني، لكي تقوم بتصغير البحر المتوسط ورسمه داخل ورقة يجب استخدام ايه؟ يعني انا علشان ارسم البحر المتوسط في ورقة صغيرة، يعني اصغر البحر ده عن طريق رسمة في ورقة، استخدم ايه؟ طبعا علشان اصغر او اكبر، فطبعا بستخدم ايه؟ مقياس الرسم. السؤال الثالث، طبعا ده مفيش اسهل منه، رسم توضيحي لسطح الارض. خلاص عرفنا التعريف، ده تعريف ايه؟ تعريف الخريطة. 3. 4، يشير مين الى الموضوع؟ مين اللي بيشير الى الموضوع اللي بتتكلم عنه الخريطة؟ طبعا عنوان الخريطة. آخر سؤال، تلتقط الصور الجوية التي تساعدنا. آخر سؤال، تلتقط الصور الجوية التي تساعدنا في رسم الخرائط بدقة بواسطة، يعني الصور الجوية اللي أنا برسم بيها خرائط بدقة وبشكل تفصيلي بلتقطها بواسطة مين؟ طبعا آخر نقطة عندي اللي هي ايه؟ الطائرات. طيب احنا كده ذاكرنا درس، فهمناه، حفظناه كمان، حللنا أسئلة قيم نفسك، وفهمنا الأسئلة بتيجي بشكل ازاي. دلوقتي بقى هنحل اختبار على الدرس، لكن انتوا اللي هتجاوبوا الأسئلة يا حبايبي. فاستعدوا كده معايا، هديكم فرصة ان انتوا تجاوبوا الأسئلة، بعد كده نجاوبها مع بعض. مستعدين بقى يا حبايبي نحل اختبار الدرس الأول؟ طبعا تكونوا مستعدين ومذاكرين وشطار هتجاوبوا معانا. عايزين بقى نقيم نفسنا كده ونشوف مين هياخد 15 من 15. أول سؤال بيقول اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخطأ. يعني الإجابة الصح هنكتب جنبها ايه؟ صح. الإجابة الخطأ هنكتب جنبها خطأ. أول سؤال، يستخدم مقياس الرسم في تحديد الاتجاهات على الخريطة. يعني مقياس الرسم اللي هو كان في اسفل الخريطة بنستخدمه ان احنا بنحدد الاتجاهات على الخريطة اللي هي الاتجاهات الاصلية والفرعية. صح ولا خطأ؟ ممتازين. الاجابة ايه؟ اللي قال الاجابة خطأ يبقى ايه؟ ممتاز. الاجابة ايه؟ خطأ. طبعا ايه؟ خطأ. ليه بقى خطأ؟ لان انا بستخدم مقياس الرسم في تحديد المسافة الحقيقية على الطبيعة، مش بستخدمها في تحديد الاتجاهات. تحديد الاتجاهات ده بيكون لوردة البوصلة. السؤال الثاني، تستخدم الاقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية. الاقمار الصناعية اللي انا بلتقطها من الفضاء بستخدمها في التقاط صور جوية. اجابة صحيحة ام خطأ؟ ها؟ طبعا إجابة إيه؟ إجابة خاطئة، لأن أنا الأقمار الصناعية بلتقط بيها الصور الفضائية مش الصور الجوية. يبقى الإجابة إيه؟ خاطئة.
3. يستخدم عنوان الخريطة لتوضيح الموضوع الذي تتناوله الخريطة. طبعا عنوان الخريطة يعني الموضوع اللي بتتكلم عنه الخريطة، يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة إيه؟ صح، ممتازين. السؤال اللي بعد كده، العنصر المفقود بالخريطة التالية، يعني الخريطة اللي قدامي دي، هو وردة البوصلة. عنصر مفقود يعني مش موجود في الخريطة. ايه العنصر اللي مش موجود في الخريطة؟ وردة البوصلة، صح ولا غلط؟ ندور على وردة البوصلة ونشوف هي فعلا مش موجودة زي ما بيقول ولا موجودة. وردة البوصلة موجودة في الخريطة، يبقى العنصر اللي مفقود هو وردة البوصلة؟ لا طبعا خطأ، وردة البوصلة موجودة على الخريطة، يبقى الإجابة ايه؟ خاطئة. السؤال اللي بعد كده، يمكن رسم الخرائط بدون استخدام مقياس الرسم. يعني أنا ينفع أرسم خريطة من غير ما يكون فيها عنصر اللي هو مقياس الرسم، صح ولا خطأ؟ طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة خاطئة، خطأ. السؤال اللي بعد كده، اشرح أهمية الخريطة في حياتنا. يعني أهمية الخريطة بالنسبة للفلاح والتلميذ والطيار وهكذا. طبعا أنا هختار 2 على سبيل المثال وأتكلم عنهم، مش شرط إن أنا أتكلم عن كل اللي بيستخدموا الخريطة. يعني مثلا الخريطة بالنسبة للفلاح، الفلاح بيستخدم الخريطة في إيه؟ تحديد ملكية الأرض الزراعية. طيب بالنسبة لمين تاني؟ ممكن نختار التلميذ. والتلميذ بيستخدم طبعا الخريطة في ايه؟ في المذاكرة. ممتازين. السؤال اللي بعد كده، ضع خط تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. شوف الإجابة الصحيحة وضع تحتها ايه؟ خط. 1. لمعرفة مدلول الألوان والرموز. طبعا من غير ما أكمل، ألوان ورموز يبقى مين؟ ممتازين، يبقى مفتاح الايه؟ الخريطة. من غير ما أكمل السؤال، ألوان ورموز يبقى مفتاح الخريطة على طول. 2. لو أنك من سكان القاهرة، يعني لو أنت ساكن في القاهرة وتريد السفر لأسيوط، وأنت عايز تروح أسيوط، هتتجه نحو أي اتجاه؟ ادي القاهرة وأنت عايز تروح أسيوط. فين أسيوط؟ أسيوط على الخريطة اهي. يعني أنت هتنزل تحت ولا هتطلع فوق؟ هتنزل طبعا ايه؟ تحت، يبقى هتتجه اتجاه الجنوب، اتجاه الايه؟ الجنوب. ممتازين. السؤال اللي بعد كده، السؤال الثالث، حدد الرمز الصحيح لمقياس الرسم. يعني الشكل الصحيح لمقياس الرسم. طبعا عارفين ان ده مفتاح الخريطة، طبعا ده مقياس الرسم لان هو اللي عليه الارقام. طبعا ده العنوان، دي وردة البوصلة، يبقى مقياس الرسم او الشكل الصحيح لمقياس الرسم هو الشكل اللي فيه الارقام ده. باء، حدد سببا واحدا لأهمية رسم وردة ايه؟ البوصلة. يعني ايه السبب اللي بيخليني ارسم وردة البوصلة؟ ايه أهمية وردة البوصلة؟ طبعا تحديد الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. ممتازين. تحديد الاتجاهات الأصلية والفرعية. ممتازين. السؤال اللي بعد كده، أكمل العبارات الآتية. الجهة المقابلة لجهة الشرق هي جهة نقط. يعني الجهة اللي تقابل جهة الشرق. الشرق طبعا قدامه مين من الجنب التاني؟ قدامه الايه؟ الغرب. يبقى الجهة المقابلة للشرق هي الايه؟ الغرب. الجهة المقابلة للشرق هي الايه؟ الغرب. وهكذا. السؤال اللي بعد كده، في خريطة جمهورية مصر العربية، يعني خريطة مصر اللي قدامك، يشير الخط الأزرق إلى إيه؟ فين الخط الأزرق؟ الخط الأزرق اللي هو ده، لأن هو عبارة عن خط ولا مستطيل؟ لا ده عبارة عن خط. الخط ده هو إيه؟ بنسميه اللي هو إيه؟ نهر النيل. نهر الإيه؟ النيل. طبعا نهر النيل على الخريطة طبعا بخط بس لكن باللون الأزرق، لأن هو عبارة عن مية، وأي مية على الخريطة بتكون باللون الأزرق. السؤال اللي بعد كده، ما أهمية وجود مفتاح الخريطة؟ طبعا أول ما أقول مفتاح الخريطة بقول حاجتين، خلاص حفظنا الألوان والإيه؟ والرموز. يبقى ما أهمية وجود مفتاح الخريطة؟ هي طبعا بإيه؟ تحديد الإيه؟ الألوان والرموز، أو معرفة مدلول الألوان والرموز.
السؤال اللي بعد كده، ماذا يحدث إذا رسمت الخريطة بدون مقياس الرسم؟ يعني أنا لو رسمت خريطة ومش موجود فيها مقياس الرسم، إيه اللي هيحصل؟ طبعا هتكون الخريطة إيه؟ مش كاملة، هتكون الخريطة ناقصة، يبقى هيكون جزء من الخريطة. بكده بقى يا حبايبي نكون انتهينا من حل الاختبار العام على الدرس الأول أدوات تحديد المواقع، ومتأكدة ان كلكم جاوبتوا نفس الإجابات اللي أنا جاوبتها لأن كلكم ممتازين. وكمان اتدربنا على حل الأسئلة وازاي نجيب الإجابة وازاي نعرف أسئلة الدراسات بتيجي ازاي وهكذا. وانتظرين ان شاء الله في الدرس الثاني من الدراسات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.